الفيديو بتاع النهارده انا مش مجهز له ولا اي حاجه. هي قصه كده اتحكت لي من واحد صاحبي، حصل معاه موقف وصاحبي ده مش كذاب وراجل سالي. الموقف ده لما حصل معاه الموضوع ألهمني بشكل غريب ان انا اعمل فيديو زي ده، لان الفيديو ده فعلا هيفيدك، والقصه دي فعلا انا متاكد ان هي هتفيد. بس في اول خالص، لو اول مره تشوفني، واكيد ده اول مره تشوفني، انا اسمي خالد ناصر، اخوك جاي لك علشان يساعدك، وهدفه في القناه دي ان انت تكون افضل. ده هدفه الوحيد في القناه دي. فلو انت فعلا مهتم ان انت تكون افضل، اذا كنت مريض سكر لان انا مريض سكر، او اذا كنت شخص رياضي وحابب تحسن شكل جسمك، او اذا كنت شاب وحابب ان انت تكون افضل، فالقناه دي ليك ومخصصه ليك انت يلي بتشوف الفيديوهات، اذا كنت ولد او بنت لو مهتم بالحاجات دي. فيلا بلاش كلام كتير، المقدمه طويله نوعا ما، ويلا نبدا في الفيديو. القصه بتبتدي ان الشخص ده رياضي زي، عشان كده احنا اصحاب. فهو بينزل يتمشى الصبح وكده في الشمس وكده. فدايما الناس اللي بتعمل العاده دي، والناس اللي جربت عاده المشي واللي انصح بيها جدا، بيكون مزاجهم رايق، فيبقوا معديين سلام عليكم على الناس، سلام عليكم، ويعاملوا الناس بطريقه كويسه، فالناس بتحب فيهم الحاجه. فهو معدي عادي بيسلم على الناس، راح اتمشى، راح مشواره، الموضوع تمام. وهو راجع لقى شخص اللي هو بيبيع البوظه، مش البوظه بتاعت ايام زمان اللي هي اللي بتخلي الواحد مسطول او تخلي الواحد مش فايق، لا البوظه اللي هي بقى لونها ابيض دي، اتوقع ان انتوا عارفين. فهو معدي من جنبه فبيبص له، وصاحبي من النوع الاشخاص اللي عندهم ابتسامه جميله. يعني دايما لما كنت بخرج معاه، دايما سواق الميكروباص يبص له كده من المرايه بتاعته ويقول له انت عندك ابتسامه جميله. والناس في الشارع معرفينه بابتسامه ان هو بيبتسم لاي حد بيشوفه. فالمهم ابتسم للراجل ده وبيقول له السلام عليكم. فاجى الراجل اللي هو بتاع البوظه، نوعا ما الراجل ده انا عارفه هو 25 كيلو وطوله هنقول مثلا 100 سم، لا مش للدرجه دي، بس انا عايزك تفهمني ان قد ايه هو رفيع وفي حاجه غلط، وراجل كبير كبير، يعني مثلا نقول عنده 40 45 سنه مثلا. الراجل اجى وشتمه، قعد يبرطم كده في الكلام. فصاحبي بيساله في ايه، وانا بقول لك السلام عليكم. قام اجى عليه وقال له مش عايز السلام منك، مش عايز السلام. نفس المشهد ده بالظبط. اللي حصل بعد كده بكل بساطه ان صاحبي حب ان هو يرجع كرامته قدام الناس، فقال له لو انت مش راجل كبير كنت انا مديت ايدي عليك وكانت بقت مشكله، وانا غلطان ان انا سلمت عليك. بيبص كده فجاه لقى ان الشخص ده بيجيب زي خشبه كبيره وجاي عليه بيجري. هو رياضي وقوي فعلا، شخص قوي، بس اخد بعضه وطلع يجري. قال لك الجري نص الجدعنه، وهجري وزي ما يحصل يحصل، انا لو مت يبقى مشكله بالنسبه لي كبيره. وكمان فكر في ناحيه ان الشخص التاني، يعني غير غريزه البقاء اللي عنده الشخص التاني، مجنون. مفيش حد طبيعي تسلم عليه يعمل معاك كده، مفيش. يعني احنا بنقابل الناس كل يوم، وانا بقابل الناس كل يوم، ومفيش حاجه من دي بتحصل. فالمهم قرر يرجع، وقال ان هو يسأل على الراجل ده ويفهم هو كنيته ايه في الدنيا، وهل هو انسان فعلا عاقل ولا مش عاقل علشان يشتمني. وبينه وبينكم هو شتمه بالأم من غير أي سبب، أنت مستوعب؟ هو صاحبي كمان شتمه، يعني أكيد يعني هو ما سابهوش، بس اللي يخلي شخص يعمل كده أكيد دي مش حاجة عاقل. فقام رايح للقهوة اللي بيوزع لها البوظة، سأل الراجل بتاع القهوة، لأن صاحب القهوة نوعا ما زي ما نقول هم عيلة في بعضهم، اخواته بيقعدوا على القهوة وهو كمان بيقعد، الموضوع عيلة. فبيسأل الشخص بيقول له امال الشخص بتاع البوظة ده عاقل يعني، راشد تمام؟ قال له عاقل، ومفيش اي مشكله، ممكن يكون بيشرب حاجات مش كويسه بس هو عاقل بيجي يعبي لنا الدنيا تمام. راح سال واحد قهوه تانية، فقال له الراجل ده عاقل؟ قال له عاقل. سال الزباين اللي بيشتروا منه، عاقل. يبقى في مشكله دلوقتي ان هو كان مش راضي يعمل حاجه مع الشخص بسبب ان هو شاكك اذا كان عاقل ولا لا. فدلوقتي اتاكد ان هو عاقل، ان هو مش مجنون. فبكل بساطه لما حصل الموقف ده، صاحبي بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، عنده 3 اخوات ولاد، العيله بتاعته كلها يعني ما شاء الله، وولاد عم كتير. فهي عيله كبيره، بمعنى عيله كبيره اللي هم ناس، مش عايز اقول حاجه زي كده، بس هم ناس مثلا ممكن يعملوا مجازر بمعنى الكلمه. مش بقول كده ان هو يبقى افتراء، انا بكلمك ان فعلا يعملوا مجازر اللي هو على حق، بس هم ناس تبع القانون، واكيد اكيد ما يعملوش حاجه زي كده، لان الزمن عدى والزمن فات، زمن بقى النبوت والتوت والنبوت والكلام ده عدى يا جماعه خلاص. المهم الشخص ده كلم اخوه الكبير، اخوه الكبير ده اللي بيقعد في القهوه. ما كلمش والده. ليه ما كلمش والده؟ لان والده نوعا ما المعروف عنه ان هو راجل هادي، راجل مش بيحب المشاكل، مش بالمعنى السلبي، بمعنى ان هو خايف على عياله، خايف على نفسه، لكن هو يعني هو قد الدنيا يعني بمعنى الكلمه. فالمهم يا سيدي كلم اخوه. فقبل ما اخوه يرد عليه، هو بعت لاخوه كلمني شكرا، فقبل ما اخوه يرن عليه علشان يعرف هو عايز منه ايه، ابوه اللي رن عليه من غير اي سبب. فقال احكي لابويا اللي حصل علشان ما يبقاش الموضوع من ورا ظهره. فحكى لابوها اللي حصل. فلما حكى لابوها اللي حصل،
ابوه قال له استنى 3 دقايق بالظبط. رن عليه بعد 3 دقايق قال له احكي لي الحكايه، ورن عليه كمان مره وقال له احكي لي الحكايه. ليه؟ لان بكل بساطه انا استوعبت من النقطه دي لما هو حكاها لي ان ابوه بيخليه يعيد الموقف كذا مره علشان يفهم هل ابنه بيكذب ولا لا. فلما لقى ابنه بيعيد الموقف كذا مره فاكتشف ان ابنه مش بيكذب، لانه بيعيده بنفس التفاصيل. فاكيد يعني مش طبيعي ان انسان يخلق حاجه ويفضل فاكرها ويعيدها 3 4 مرات بنفس التفاصيل. وهو ذات نفسه ما كانش مصدق، هو بيقول طب انا اكيد يمكن ظلمته يمكن شتمته من غير ما اخد بالي. هو ذات نفسه ما كانش مصدق لان صاحبي عنده التفكير النقدي. فالمهم يا سيدي ابوه كلم الناس اللي في الشارع، كلم الناس اللي شافت الموضوع وكده. وفي نقطه ما حكيتهالكوش، لما الموقف ده حصل مع الشخص الناس اللي في الشارع كلها اتشكلت معاه وعابوا وقالوا ان انت شخص مش كويس، مش علشان ان هو تزعل الراجل، لا علشان ما تضربش الراجل اللي عامل معاه كده وان هو طلع جرى. الناس كلها يعني قالت له انت المفروض كنت تضربه، المفروض كنت تاخد منه الخشب بقى تكسرها عليه. هو ما سمعش واخد بعضه ومش. فالمهم الموضوع كمل ووالده سمع منه الكلام وسأل الناس، بيبص لقى اخوه الكبير بيرن عليه قبل ما والده يرن عليه. فلما اخوه الكبير رن عليه حكى لاخوه على اللي حصل. اخوه حلف بالله ان هو خلاص الشخص ده هنعتبره ان هو خلاص مربوط تحت البيت. هو اخوه قال له نفس الكلمه اللي انا قلتها بالظبط. فالمهم يا سيدي اللي حصل بعد كده ان والده كلمه وقال له 3 دقايق وفي شخص هيرن عليك. الشخص اللي رن عليه تتوقع مين؟ تتوقع مين؟ نفس الشخص اللي حصل معاه المشكله، بس المره دي بيقول له حقك عليا، اما ماليش بركه الا انت مش عارف ايه، والموضوع يا عم على دماغي وانا كذا وانا كذا وانا كذا، وحقك عليا انت ابن ناس، انا جيت مع شخص غلط وما ينفعش كان ده يحصل من الاول. المهم صاحبي سامحه وقال له طب انا غلطت فيك؟ قال له لا والله كان عندي خنقه بسبب الرزق كان قليل اجت مع اي شخص شفته في وشي. فالمهم يعني صاحبي عدها وسامحه. المهم يعني نهايه القصه ان صاحبي سامح الراجل ده والموضوع عدى والموضوع فات وخلاص. صاحبي استعوض ان هو يقل منه قدام الناس وان هو يعمل كده قدام الناس، لان بالقانون والشخص ده المفروض يتحبس، ان ده شخص بيتهجم على الناس وطلع مش اول مره يعملها وان الموضوع بيتكرر معاه كتير. كان الحق ان صاحبي كان يقل منه زي ما قل منه، لكن صاحبي سابها لوجه الله وقال يكتفي ان هو يكلمه ويقول له حقك عليا ويجي قدام الناس يقول لهم حقه عليا قدام الناس علشان يرجع كرامته. لكن اللي خلى صاحبي يعمل الموضوع ده كله واللي خلاه الموضوع ده يخش كده ان هو عايز يعفو بس عند المقدره، مش عايز يعفو وهو مش قادر وهو حاسس ان هو مظلوم. فدي كانت القصه بتاعت النهارده. نوعا ما اغلب الناس ممكن ما تفهمهاش، لكن انا بعد ما اتحكت لي فهمت منها. اول حاجه هو ان انت اهلك بيحبوك جدا، انت مالكش الا اهلك ايا كان وصلت لايه. اهلك فعلا هم ظهرك، وربنا يرحم ام واب كل شخص بيشوف الفيديو لو هم متوفين ويخليه له ويبارك له فيهم لو هم موجودين، وانا نفس الكلام اللهم. تاني حاجه بقى استوعبتها ان الانسان او 99% من البني ادمين جواهم جزء كبير جدا ابيض وطيب اللي يخليهم فعلا يتنازلوا عن حقوقهم بس في حاله ان هم قادرين يتنازلوا منهم لنفسهم لوجه الله، حتى لو الشخص كان مذنب، حتى لو الشخص كان بيعمل مشاكل كتير. فالقصه دي لما اتحكت لي انا ما رضيتش ان انا اسيبها كده وخلاص واسمعها، قلت يجي منها فكره فيديو، يجي منها فكره فيديو ان انت تعفو عند المقدره، يجي منها فكره فيديو ان انت تعرف قيمه اهلك. وانصحك نصيحه لوجه الله، لو فعلا انت معاك الحق ومين قدامك صدقني متك وانت في الموقف ده احسن من ان انت تعيش وانت عايش بعار ان انت شخص هرب. وصاحبي ذات نفسه بيقول لي الجمله دي، بيقول لي انا لو رجع بيا الزمن تاني انا مش هسيبه وكنت هتشاكل معاه لانه هو اللي بيعتدي عليا فاكيد كنت هتشاكل معاه. فبس كده كان الفيديو بتاع النهارده. لو انت حابب تحجز معايا مكالمه او استشاره او حابب تحكي معايا في موقف فيعني المكالمه موجوده تحت، دوس على اول لينك في الديسكربشن. ولو انت برضه مريض سكر او شخص حابب تحسن شكل جسمك اول لينك في الديسكربشن برضه، ابعت لي رساله وقول لي انت محتاج ايه. اشوفك في الفيديو الجاي. كان معاك خالد ناصر، سلام.